صباح الفل. في كلام يهمك مع شمس. لما فكرت في كلام يهمك فكان قصدي اني اقول حاجات تهم اي حد بيسمع او اي حد بيتكلم، بما اننا مشتركين في الحياة، بصرف النظر عن الحياة فين. طيب، وبما اننا مصريين فاحنا المصري ده في علاقة خاصة جدا بينه وبين بلده، وبالتالي فالحاجات اللي تهمنا قوي لو عملناها صح جدا هترجع بفايدة علينا وعلى مجتمعنا. ولقيت نفسي بتكلم في حاجات ليه ربنا خلقنا وحاجات كتيرة، وشوية بعدت عن موضوع الكلام في الأكل، بس هتكلم فيه ومش هقول ربنا يجعله خفيف على أسماع اللي يسمعوه، خاصة اللي هم الناس اللي بتشتغل في صناعة الطعام في مصر. تبقى الكلام خفيف أو مش خفيف، أنا صراحة مش ههتم بالموضوع ده، ولكن ههتم بالمصلحة المجتمعية اللي بتعود على المجتمع المصري في موضوع الأكل. صناعة الأكل هي 4 جهات: أصحاب المطاعم، واللي بيشتغلوا في المطاعم، واللي بياكلوا في المطاعم، والجهات الرقابية بتاع الدولة اللي بتراقب على المطاعم. الجهات ال4 كل على حدة أو كل على حدة محتاج إنه يعيد النظر في التعامل مع موضوع صناعة الطعام، عشان ناخد الأكل المصري ونخليه في الشكل اللي كان في منتهى الرقي ومنتهى الشياكة اللي تقدروا تشوفوه كلكم في الأفلام اللي كانت قديمة أوي، أيام ما كان الإيطاليين واليونانيين بيشتغلوا. أما كنت بتلاقي اللي بيقدم أكل في المطاعم المصرية كنت تتهيألك إن هو مثلا عريس. فلازم أتكلم، ولازم أتكلم بلا تردد في مدى الصدى اللي هيحصل على أذن اللي هيسمع ده أيا من كان من الجهات ال4. رقم 1: أصحاب المطاعم. أصحاب المطاعم هناك سباق خاطئ في تقديم الطعام بيعملوه وكأنه الأكل ترند. الأكل مش ترند، الأكل تراث، رضيت أو مرضتش هو تراث جاي. أكلات المصرية جاية عن طريق في أوقات معينة واختلاط ثقافات معينة وحضارات معينة. والمطبخ المصري بالذات، المطبخ المصري بالذات هو الوحيد اللي بيطلق عليه المطبخ الحضارات، لأن الحضارات اللي عدت على مصر كتيرة جدا. ومش عايزين نخش في صراع الطبق ده منين والطبق ده منين، لأن مرة قلت المحشي كذا دخلنا في صراع. والتوثيق الأكل المصري ما حصلش إلا من حوالي كام سنة عن طريق أكاديمية البحث العلمي، وبدأوا يتوثيق الأكل المصري. نخش في أصحاب المطاعم. يا حضرات أصحاب المطاعم، الترند خطأ في صناعة الأكل. ابتدعتوا حاجة وقاعدين تتسابقوا فيها وكل واحد يعمل الصواني. كارثة من كوارث الحاجات اللي بتقدم حاليا، وسباق بقى، والصينية دي كذا والصينية دي كذا، وكلها أنا آسف سمك لبن تمر هندي، عك في عك لا يؤدي إلى تقدم الأكل المصري ولا تقديم الأكل المصري بشكل فيه الرقي وفيه الفهم الصحيح لتراث الأكل المصري. حاجات كتيرة، بس الصواني أحد الكوارث. والصواني أنا بتحدى أي صاحب مطعم إنه يجيب الصواني بتاعته دي بيغسلها إزاي. كارثة. تجميع حاجات انتوا عارفين كويس، أصحاب المطاعم هم اللي عارفين كده كويس. انتوا عارفين تجميعة الحاجات، بتجمع لي منبار من ناحية وحمام من ناحية. الحمام بيتعمل فين والمنبار بيتعمل فين والكفتة بتتصنع فين، وبعدين تيجي وتحط لي كمان سمبوسة ورز. عك ملناش دعوة بيه على الإطلاق، ولن يؤدي إلى التقدم خطوة واحدة في تطوير وتقديم الأكل المصري. مش هينفع خالص نهائي. حتى بتوع الأسماك أصبحوا نفس الحكاية، يقول لك صينية كذا وصينية كذا وصينية كذا وصينية كذا وصينية كذا. شغل مش عايز اقول مش بروفيشنال، بس هو طبعا ما فيهوش اي نوع من انواع الصناعه ده. يا ريت نبطل. اصحاب المطاعم، حضرتك وانت بتعمل المطعم لازم في ظل وجود المواد الصناعيه الكتيره اللي بتضاف في الاكل وانتوا عارفين
عارفين الحاجات اللي بتضاف على اللحم عشان تدوبها، انتوا عارفين، وعارفين ان ديت ضاره، مواد صناعيه. طب اهدى شويه يا عم هشام. مش ههدى بصراحه. ليه؟ طب ليه مش ههدى؟ لانه احنا اصحاب مصلحه مشتركه في صحه مجتمع بيحتاج انه المواطن بتاعه يكون عافي ويكون قوي ويكون صحيح. احنا في احتياج تعاون واحتياج فهم حقيقي ان الاكل احد كوارث المجتمعات، مش في مصر بس، المجتمعات في العالم كله. ولكن انتوا عارفين ان احنا مدى احتياجنا في مصر للتعاون المجتمعي والفهم والتثقيف الحقيقي. انت هتعمل ايه لما تيجي تاكل ناس غلط؟ فانت بتضغط على الدوله في كل حاجه، بتضغط على المستشفيات واحنا عارفين احنا اعدادنا عامله ازاي، بتضغط على الصيدليات، بتضغط على الادويه، بتضغط على حاجات كتيره جدا، بتضغط على صحه مواطن بيكافح عشان ياكل عيش وياكل عياله. فما تضروش. انتوا عارفين مصادر الاكل، مصادر الاكل ربنا حطها في حاجتين فقط، ملهاش تالت. ارض بيطلع منها زرع وحيوان، منتجات الحيوانيه تبقى المنتجات زراعيه ومنتجات حيوانيه. ما بين الاثنين الصناعيه، المنتجات الصناعيه اللي بتدخل كتير في صناعه الطعام هي اللي ادت الى زياده نسبه السرطانات المنتشره في العالم كله. واحنا في غنى عن ده بشويه ثقافه وشويه رحمه وشويه اتقاء لله سبحانه وتعالى. يعني ايه تتقي الله؟ يعني حط ربنا قدامك. لان حضرتك لما تكون بتشتغل بمواد صناعية في أكل على حساب صحة الناس عشان سعر وخلافه، فأنت بتودي الناس في حتة مش مظبوطة، وأنت بتحط نفسك في حتة مش مظبوطة أو حتة غير صحيحة في قناعتك بأن هناك رازق اسمه الله سبحانه وتعالى مفهوش. مش عايز تحايل، مش عايز تحايل في الرزق. بعدين أنا دايما بقول أي حد صاحب مطعم، زي ما أنا عامل عندي هنا في شجرة الدر، مش عايز الموضوع يكون كأنه دعاية لشجرة الدر. أنا مش بعمل دعاية لشجرة الدر ولا هعمل، العميل هو اللي هيعمل على طول دعاية. فأنا دايما بقول الناس اللي بتشتغل معايا أهي، يا رب الزوم يجي عندي، فأدي مثلا التجمع، شركاء شجرة الدر التجمع، دي الناس اللي بتشتغل معايا في شجرة الدر، هم كلهم شركاء. طيب شوفوا لون ما منوش أي لازمة من أول ما فتحت، لون بنفسجي. بقول لهم المطعم مطبخ والمطبخ مقادير. فيا صاحب المطعم حضرتك إذا عايز ترتقي وتقدم حاجة إيجابية وتكون عملت حاجة من اللي ربنا خلقك علشانها وهي الإعمار في الأرض، ما تعمل مطعم لازم المطبخ بتاعك يبقى صح. يعني إيه مطبخ يبقى صح؟ لازم حضرتك ما تجيبش المواد الخام، ما تجيبليش اللحمة على العربية نقل، ما تخزنش اللحمة اللي في ثلاجات، ما تعملش حاجات مختلفة مع حاجة، ما تحطش المواد اللي هي بتعمل حساسية جنب مادة. يعني لازم تكون فاهم صناعة الأكل، صناعة مش معلمة. مش موضوع انك انت ربنا رزقك وعندك 50 مليون ولا بقت كذا واخترعت قصة، عمالين نخترع قصص ونطلع. ده بالنسبة لأصحاب المطاعم. يا ريت تتبع العلم، يا ريت تدرب الناس اللي عندك. الهيجين ما يعلم ولا علام الغيوب، عايزين نعمله صح عشان هو برضك بيأثر على صحة المجتمع وبيأثر على سلامة الناس. الطرف ده في صناعة الأكل مهم جدا جدا، مهم جدا جدا كمان. ودي بعديها لوزارة البيئة ووزارة الصحة. التلوثات اللي هي بتاعة الدخان، بالذات الناس اللي بيطلعوا مشويات، لازم يفرض على الناس دي انه يتحط ايكولوجي يونت. لازم الدخان. احنا لما بنمشي في القاهرة وبنعمل كده، المواد دي بسبب الأدخنة اللي بتطلع والمخلفات اللي بتطلع منها، أخطر حاجة اللي بتطلع من الدخان بتاع المطاعم بالذات بتاع المشويات والأسماك، لأن هو ستيكي يعني مادة لزجة، يعني ممكن لو في فيروس بتبقى خطر جدا جدا على صحة المجتمع. فأنا بدعو إنك أنت حضرتك يا صاحب المطعم، بصرف النظر عن مراقبة وزارة البيئة أو وزارة الصحة أو مش عارف الجهة المختصة بكده، انت خليك رقيب على نفسك. انت خليفة الرقيب فكن رقيبا، خليفة الحسيب
فكن حسيبا، حاسب نفسك. انت عارف كويس جدا الدخان اللي بيطلع ده كارثه، فاعمل ايكولوجي يونت، بتدخل الدخان كده بتطلعه متفلتر، ما يطلعش دخان، ما تاذيش المجتمع. الناس اللي انت عملت المطعم حواليهم ليهم عليك حق، انت ده حق الجار. بصرف النظر عن كده، بس انت مش بتعمل بيزنس عشان تاخد فلوس وبعدين تاذي مجتمع. فدي برضو من الحاجات اللي انا بوصي فيها جدا جدا. يا اخي يا صاحب المطعم او يا اللي هتدخل في الطعام، في صناعه الطعام، يا تدي للناس قيمه غذائيه، يا تشوف لك شغلانه تانية، اعمل حاجه تانية، بس ما تعملش حاجه تاذي بيها الناس. ما تغشش على فكره، انا غشان فليس منا. اعمل كفته، اعمل كفته على مرأة من الناس، خلي الناس تشوف الكفته، مش تشتري الكفته من التجار الكفته اللي بيلفوا يبيعوا الكفته انا اول ما جيت مصر هقولها صراحه، جالي واحد عشان يبيع لي كفته ب 180 جنيه، انا جالي اكتئاب. قال لي احنا بنبيع هنا وهنا 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 وهنا، مع صرف النظر. بس الناس اصحاب المطاعم اللي بيسمعوني عارفين. هتيجي تقول لك يا عم انت هتوجع قلبنا، يعني اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. انا بيني وبين مجتمعي مصلحه، وبيني وبين ربي مصلحه، وعارف كويس قوي ان رزقي لن ينقصه احد ولن يزيده احد، وعمري لن ينقصه احد ولا يزيده احد. هموت وقت ما اموت، وربنا يرزقني وقت ما يرزقني، بس انا هناك مصلحه مشتركه بيني وبين المجتمع ده لازم اقولها. الحته ديت كانت بالنسبه لاصحاب المطاعم شويه، وهنقول في حلقه تانية الاطراف التانية. شكرا.